اهلا بكم في قناة شيف افلام، والنهارده هشرح لكم احداث الحلقة الثالثة من مسلسل لوكي الموسم الثاني، واللي فيه اخيرا بنعرف تفاصيل اكتر عن ميس مينيتس. ويلا بينا. المسلسل بيبتدي معانا اما نشوف ريفونا بتروح في الزمن لسنة 1868 في الخط الزمني المقدس في شيكاغو، وده طبعا مباشرة بعد لما شفنا ريفونا اخر مرة في التي في وهي بتلم حاجتها وبتمشي. ولما بتوصل بنلاقي ان ميس مينيتس كان مستنياها وتقول لها جبت اللي قلتلك عليه، واللي بيطلع كتاب الارشادات بتاع تي في اي. وهنا رافونا كانت مستنيه تقابل المسؤول عن التي في، عشان في الجزء الاول اخر مره شفنا رافونا وميس مينيتس مع بعض كانت رافونا تقول لها عايزه اقابل المسؤول عن التي في عشان حياته في خطر. لكن لما راحت للزمن بتاع 1868 بتعرف من ميس مينيتس انه مات خلاص. لكن ميس مينيتس بتقول لها برضه ده كان كله جزء من خطته، ده بيدل على ان هو هيري مينز كان عارف ان سيلفيا هتقتله وراسم خطه او عامل سكريبت لكل حاجه حتى بعد موته. واعتقد ممكن يكون السبب في ده انه عايز نسخه تانية منه تدير التي في اي. والحوار ده عامل كده زي لوب مقفولة أو حلقة زمنية اللي فيها حتى لو مات هو ريمينز هيرجع نسخة منه تاني تحكم. ومع باقي الحلقات أكيد هنفهم أكتر. وبنرجع نشوف ميس مينيتس حولت نفسها لشكل كرتوني باللون الأبيض والأسود، حاجة كده زي كرتون ميكي ماوس زمان، وده عشان ما تبقاش ملفتة للنظر يعني. ورافونا هنا بتسأل ميس مينيتس هاخد ايه في مقابل ده كله. ميس مينيتس بتقول لها لما يرجع لراسي تي في هتبقى ايه معاه. بعدين رافونا بتحط الكتاب جوه الشباك. بعدين بنشوف فيه شخصية فيكتور تايملي، بس هو لسه شاب صغير. لو لاحظنا هنا ان حواليه شموع في كل حتة، وبنشوف ان واحد بيصنع الشموع. بعدين بنشوف اوبي لسه بيتكلم في مشكله الفروع الزمنيه اللي عماله تحصل في تي في ومع لوكي وموبيوس، وان حتى اللي عملته دوكس ده ما فاتش بحاجه وكده تي في هتتدمر وكله هيموت. ومن هنا بيركزوا بقى ان هم يلاقوا على الاقل ميس مينيتس لانها في ايديها تقدر تعدي السيستم وتساعدهم عشان تحل المشكله دي. بيلاقوا اشاره رافونا وبيروحوا وراها سنه 1868. وبنلاحظ لوكي وموبيوس بيتكلموا على نفس الشباك اللي عايش فيه فيكتور تايملي، بس طبعا مش عارفين حاجه لسه. ولما بيحسوا مفيش حاجه مهمه بيمشوا بقى ويروحوا ورا رافونا سنه 1893 في نفس المكان في شيكاغو. بس بنلاحظ ان الزمن بقى مكتوب تحته ان الزمن متفرع، يعني ما بقاش على نفس الخط الزمني المقدس، وده بسبب ان رافونا يعتبر كده لعبت في الزمن وغيرته. وده لما ادت لفيكتور تايملي كتاب تي في، لان دي حاجه كانت مفترض مش تحصل في الخط الزمني الاساسي، فبقينا كده خلاص بقى في زمن فرعي. وبرضه في الحته دي اعتقد ان هدف هو ريمينز هنا انه يبقى عامل نسخه ليه من زمن مختلف، انه زي ما احنا عارفين نسخ الكانج كلها اساسا جايه من المستقبل من القرن 31، والحروب بينه وبين المتغير بتوعه كانت في الوقت ده. فممكن يكون هنا حب يعمل متغير منه بطريقه ما غير مباشره تكون في الماضي عشان يكون بعيد او مخفي عن الخط الزمني عشان يقدر بعدين يحكم التي في اي. بعدين بقى بنشوف موبيوس فرحان بقى لما بيشوف عجلة الملاهي، وفي الوقت ده دي كانت أول واحدة اتصنعت في العالم، واللي كان عملها واحد اسمه جورج واشنطن جال فارس. بيتكلم بعد كده عن أديسون، وده اللي طبعا اللي اخترع اللمبة، وأنا عن نفسي أصلا مش بحبه عشان بشوف إنه سرق أفكار كتير من تسلا. وبعدين موبيوس برضه بيتكلم عن شخصية اسمها اتش هولمز، وده واحد كان شبه سفاح الجيزة كده بس كان في شيكاغو، كان قتل ناس كتير في الوقت ده. وبعدين هما ماشيين بيسمعوا ولد بيبيع جرايد بيتكلم عن ظهور ساعة شبح، ولو دققنا شوية في الصورة اللي في الجورنال بنشوف ميس مينيتس وراها سكتش لرافونا، وكده لوكي وموبيوس بيتأكدوا ان رافونا هنا مع ميس مينيتس. بعدين بقى هما برضو ماشيين بيصادفوا تماثيل في بيت خشب كده لشكل اودين وثور، والشخصية تالتة هي بقى الواحد اسمه بالدر. وبالدر ذا بريف ده شخصيه ما اتقدمتش في عالم مارفل، لكن في الكوميكس بالدر ده يعتبر زي شقيق ثور، وكان دايما برضه في ظهر ثور وصاحب صاحبه. ومع العلم اثناء تصوير فيلم دكتور سترينج الاخير كان في اشاعات ان مارفل اختارت دانيال كريج ممثل افلام جيمس بوند الاخيره بان يعمل دور بالدر ذا بريف، لكن الظاهر ساعتها مارفل تراجعت عن الفكره، وكان دانيال كريج فعلا اتسال في انترفيو عن الدور ده. لو لاحظت دانيال كريج في الانترفيو كانش بيرد قوي، وكان عمال يضحك ويحاول كده يروج المذيع، بس برضه المذيع كان بيساله طب لو مارفل فعلا طلبتك لدور معاهم هتوافق ولا ايه؟ فطبعا هو كان بيقول اكيد طبعا هوافق. واعتقد ظهور تمثال بالدر ذا بريف في المسلسل ممكن يبقى اشاره من مارفل ان هم هيقدموا الشخصيه دي في المستقبل. بعدين بنرجع نشوف ظهور فيكتور تايملي على المسرح، ووراه نسخه اوليه مصغره من نفس جهاز النول الزمن بتاع تي في اي، وبنشوف وش روكي عليه القلق اول ما يشوفه لانه خايف بقى يكون واحد من المتغيرين الاشرار اللي كان هوهري مينز بيحذروا منهم. بعدين بنشوف فيكتور وهو بيشرح الجهاز بتاعه بيقولوا انه يقدر منه ينور كل شيكاغو. بعدين حد من القاعدين بقى بيقول له ما عادي يعني، فهو يقول له لا عشان انا حلمي ان اقدر انور الكوكب كله. وده بالمناسبة اللي كان نفس حلم نيكولاس تسلا في انه يقدر ينور العالم كله من خلال طاقة كهربائية نظيفة مش معتمدة على اسلاك، لكن للاسف ما قدرش يحقق حلمه.
بعدين بعد العرض الجامد ده اللي عمله فيكتور مع الكهرباء بقى والجهاز، بيجي له واحد مستثمر يبقى عايز يشتري الجهاز، بيقول له بقى ممكن طب نبقى شركة سوا، لكن فيكتور يقول له لا مش بشتغل مع شركة. بعدين يجي له واحد تاني يقول له انا عايز الجهاز بتاعك، ففيكتور بيقول له لا خلاص نعمل مزاد بقى على الجهاز، لحد ما الراجل الاولاني يقول هاخده بقى ب$1000. طبعا في الوقت ده كان مبلغ كبير، ونلاحظ بعدها كده فيكتور بيبص للراجل التاني كده نظرة كده بنفهم منها انه كان متفق معاه تمثيلية المزاد دي، ونشوفه هو بيسيب له فلوس. بعدين بنشوف واحد ضخم كده بيتشاكل مع لوكي، بس لوكي بطريقته بيحبسه في قفص خنزير، وده كان نفس القفص اللي شفناه قبل لوكي ما يدخل على القاعة. بعدها بنشوف ان رافونا عندها شك وبتسأل ميس مينيتس كده، بتقول لها انت متأكدة من خطتك وان الراجل ده كده هو هيبقى هيري مينز؟ لكن ميس مينيتس بتقول لها دي مش خطتي، دي خطة هيري مينز، وبطلي بقى قلق. بعدين بنشوف لوكي وموبيوس ورافونا حوالين فيكتور، وكل واحد بقى يقول له عايز اتكلم معاك، ولوكي بيعرف ان فيكتور ده يعتبر زي نصاب وبيضحك على الناس باختراعات وهميه، زي ما ضحك على راجل المستشار في انه عمل له بنطلون ميكانيكي يعني عشان خاطر ايه طوله شويه. لكن هنا فيكتور بيقول له لا انه شخص متنور يعني عنده رؤية، لكن لسه رؤيته ما اتقدرتش لحد ما يجي بقى الراجل اللي اشترى منه الجهاز ب$1000، بيقول له لا ده جهازك طلع مزيف والسلوك مقطوع. وبنشوف فيكتور بيحاول يهرب ويستخبى ورا مجسم كده لشكل مسلة فرعونية، وده برضه زي إشارة بتفكرنا إن في نسخة من كانج اسمها راماتوت اللي ليها علاقة بمصر القديمة. بعدين بنشوف كيسي وبي 15 بيحذروا موبيوس إن في زي تدفق للطاقة جاية عليهم. بعدين بنعرف ان دي سيلفي اللي جت وراهم وتبقى عايزه تقتل فيكتور، لانها في الحلقه اللي فاتت كانت وعدت لوكي لو قابلت حد متغير ان هو ريمينز هتقتله. ولوكي هنا برضو بيحاول يدافع عن فيكتور ويقول لها اللي احنا محتاجينه يا اما التي في هتتدمر او المكان برضو اللي انت عايش فيه هيتدمر. وفي وسط الكلام سيلفي بتلاحظ الكتاب بتاع تي في اي، بتقول لي لوكي شايف ان التي في اي لعبت في حياته، لو ما كانش معاه الكتاب يبقى ما كانش ممكن يتعرض للاذى. بعدين بسحرها كده بتوقعهم كلهم من العربيه. بعدين بنشوف رافونا وهي بتخرج ميس مينيتس من الشنطه بتاعتها بقى، وتقول لي للميس مينيتس اتحولي بقى يلا دورك. فبنشوف ميس مينيتس بتتحول لشكل الساعه الشبح عشان تجري الناس كلها قدامها. بعدين فيكتور بياخد رافونا في بيته ومعاهم ميس مينيتس وبيوريها اختراع التلاجة اللي جوه الكرسي. وهنا فيكتور بيسأل رافونا ويقول لها هي الساعة شبح دي مساعدة بتاعتك؟ فبترد ميس مينيتس عليه بقى بنفسها وتقول له لا ان هي عبارة عن ذكاء صناعي واعي ومدرك لكل حاجة. وده برضو كان أخيرا بيعرفنا شوية عن ميس مينيتس. بعدين رافونا بتحاول تشرح لفيكتور هو مهم ليه، وتقول له ان هو في عصر مختلف، ان في نسخة منك هي اللي عملت سلطة التي في اي لكن اتقتلت. ده عمل ظهور تفرعات زمنية كتير واللي هيسبب ظهور نسخ تانية كتير من وهي مينز ممكن تبقى شريرة. وهنا فيكتور بيقول لها انا بتخيل حاجة زي كده. وهنا لو فكرنا شوية فدكتور سترينج كان قال ان الاحلام في الغالب بتبقى حاجة مش عشوائية وخلاص، لا دي بتبقى عن نسخ تانية لينا من عوالم مختلفة. وهنا في الغالب فيكتور في احلامه ممكن بيشوف نسخ كانج التانيين، ده طبعا بيخليه شايف وحاسس انه مقدر ليه انه يبقى حاجة كبيرة. بعدين رافونا بتقول له انا هبقى جنبك، بس طبعا غيرة ميس مينيس بتخليها تتدخل وتقول له انا بقى كنت بقى معاك قبل ما تعرف رافونا وقبل التي في اي، وكنا شغالين سوا مع بعض في نهاية الزمن. بعدين فيكتور بيقول لرافونا قبل ما تاخديني معاكي بقى في اي حتة، عايز اروح للمختبر بتاعي في ويسكونسن ناخد شغل معايا. وبنشوفهم هما بيهربوا من الشباك اول ما حد يرزع في الباب عليهم، وبنشوف لوكي وموبيوس جايين على العجلة سوا، اللي لوكي قال لموبيوس مستحيل اركب معاك فيها. بس فيكتور ورافونا بيقدروا يهربوا منهم ويركبوا سفينة مكتوب كده على اسمها اس اس هارون، وفي الأغلب ممكن الاسم ده يبقى إشارة لكيت هارون مخرجة الموسم الأول من المسلسل. بعدين بنشوف فيكتور ورافونا وميس مينيتس قاعدين سوا كده زي تحت ضوء القمر بيتكلموا عن كتاب دليل تي في اي، ونشوف انه حاطط فيه رسومات وملاحظات. وبعدين بيقول لها حد سلمه ليا وانا صغير لكن مش عارف مين، بس رافونا بتقول له ان هي يعني اللي اديته له. بس طبعا الغيوره ميس مينيتس بتتدخل تاني وتقول ان هي وصلته زي مسائل البريد بيوصل للجوابات، وان دي خطه الهو ريمينز. لكن فيكتور يقول مش مهم ازاي وصل، لكن شكرا انك بعتيلي الكتاب. وملاحظ ميس مينيتس بتقرب من جنب فيكتور كده وهي باصه بقرف كده ناحيه رافونا. بعدين فيكتور ماسك الكتاب بيشكر في رابورس اللي هو اوبي، وشايف طبعا ان في زي كونكشن او تواصل بينهم. بيقول لرافونا ان ممكن يكون عنده حل للمشكله اللي عندهم في التي في اي. بعدين رافونا بتقول له ان هي عندها امال كبيره لشراكتهم دي سوا. طبعا فيكتور اول ما سمع كلمه شراكه زي فكر كده وبعد عنها شويه. بعدين وهي رافونا نايمه كده مش حاسه، بنشوف ان هم حطوها على مركب وسابوها لوحدها، وده طبعا بعد ما كانت ميس مينيتس الغيوره بقى لعبت طبعا تاني في ودانه. بعدين بنشوف فيكتور في المختبر بتاعه بيلم اوراقه وبنلاحظ مانيكان كتير عنده. ده ممكن دلاله من حاجتين، هي حاجه تفكرنا بحراس الزمن اللي هم كانوا اشكال آلية، او بتفكرنا بحاجه تاني من الكوميكس، وهي ان فيكتور تايملي في الكوميكس كان بيستخدم العلم بتاعه وصنع روبوتات آلية واخده شكله. نلاحظ برضو شكل الدوائر الخشبيه دي اللي بيفكرنا بالشباك من القلعه بتاعته اللي في نهايه الزمن.
بعدين بتعرفنا ميس مينيتس اكتر عن نفسها وهي بتتكلم مع فيكتور، وترجع تاني للون بتاعها لما تقول له ان اول ما عملها كانت مجرد برنامج يلعب معاه شطرنج، لحد ما طورها اكتر وبعدين اداها حريتها وخلاها تعدل كتابة برمجتها بنفسها، وده خلى يبقى ليها شخصية خاصة بيها، وانها كانت دايما جنبه في الحرب وفي نهاية الزمن. وتقول له لو كان عندي جسم هبقى معاك اكتر ونقدر نقود مع بعض التي في اي، وتحط وشها على مانيكان كده. فطبعا ده خلى فيكتور يخاف منها ويمسك جهاز الريموت اللي بيوقفها، ونشوفها وهي بتجري عليه كده بتحاول تلحقه لكن هو بيلحق يوقف. بعدين رافونا بتدخل عليه وشكلها بقى متفرهد ومضايقه وماسكه سلاح زي عصايه البرون اللي بتمسح الواحد من الزمن، وده كان في دخلة لوكي وموبيوس عليهم. فتقوم رافونا انها تهدد بقتل فيكتور، وموبيوس يحاول يتكلم معاها فتقول له من ساعه ما مشيت طب من التي في اي وكل حاجه باظت، لان هي يعتبر كانت النظام وسط الفوضى اللي كانت حاصله. وده في دخلة سيلفي اللي بسحرها بتوقعهم كلهم وتطيرهم بعيد. وهنا برضو معلومه، لو رافونا بتمثل النظام فسيلفي هي اللي بتمثل الفوضى. بعدين سيلفي بترفع السيف على فيكتور عشان تبقى عايزه تقتله، لكن فيكتور بيقول لها انا ما عملتش حاجه وانت مش تعرفيني وانا واحد عنده قلب ومش زي مثلا الراجل اللي قابلتيه قبل كده. وده خلى سيلفي تحن وتسيبه، ولوكي وموبيوس بياخدوها على تي في اي. واللي خلى سيلفي تحن هنا انها افتكرت نفسها لما اتاخدت على تي في اي عشان كانوا قالوا لها انها اتوجدت غلط انها متغير خطر واتحكم عليها تروح تي في اي عشان حاجه هي ما عملتهاش اساسا. ده اللي خلاها تتراجع في قتل فيكتور عشان هو برضه ما عملش حاجه وشافت في نفسها انه ممكن يبقى حد كويس. بعدين سيلفي بتركز بقى مع رافونا عشان بينهم طار قديم، لان رافونا هي اللي كانت اخدت سيلفي وهي صغيره على تي في اي وبسببها بقت عايشه طفولتها هربانه. وانتقاما بقى من رافونا سيلفي بتبعتها لقلعه نهايه الزمن في المكان اللي قتلت فيه هو ريمينز، وبنشوف شكل هو ريمينز بقى زي جثه متحلله. ورافونا بقى بترجع ميس مينيتس من وضع الطيران اللي كان عامله ليها فيكتور. ميس مينيتس بقى بتتكلم وتقول ده غباء من فيكتور ان يخليني عدوة ليه وانا عارفه كل اسراره. بعدين بتشوفها بتقول لرافونا هقول لك على سر كبير بس ده هيخليكي زي غضبانه جدا. اعتقد طبعا هتحكي لها عن حاجه بخصوص الريكورد اللي سمعناه قبل كده في الحلقه الاولى لما هو ريمينز كان بيشكر في رافونا على وقفتها جنبه وانها كانت دايما معاه، لكن بعد كده كان مسح ذكرياتها. وفي نظريه تانية كده بتتردد على النت برضه اقولها لكم، ان بتقول ان رافونا ممكن تبقى متغير من هو ريمينز زي كده لوكي ولوكي سيلفي، عشان كده هو ريمينز باعد رافونا عنه. بس مع الحلقات الجايه ممكن نشوف ايه اللي هيحصل. وبس كده دي كانت نهايه الاحداث الحلقه الثالثه. لو شفت الفيديو عجبك يا ريت لايك وتشترك معايا في القناه عشان تتابع كل جديد. سلام.